السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. يا درا مازالكم ناشطين كما في الاول ولا بديتوا تفشلوا؟ الا راهي غايبت لك وحيرت لك واش ديري الفطور، تبعي معايا هاد الوصفه راح تنحي لك حيره طاجين الشوا على طريقتي، يجي بزاف بنين. تبعوا معايا الوصفه. في لاكوكوط ندير شويه تاع سمن وشويه تاع زبده. هاد البلا نورمالمون يطيب في ديريكتومون في الطاجين، يعني كلش في الطاجين. بصح كي يكون واحد مزروب ولا تدخل لي روطار، سورتو الوحده خدامه تدخل لي روطار، هاد البلا راح يسلكك، يعني ما تقدريش تيماجيني. بعد ما يسخن هذاك الزيت وهذاك السمن، نحط هذوك لي مورسو تاع الدجاج ومورسو تاع اللحم، هو يجي خليط بين اللحم والدجاج. نخليهم يتقلاو مليح، نقعدوا اشاك فوا نقلبوا فيهم. من بعد نكمل معاكم. بعد ما ياخدوا وقتهم في التقليه، نروح ندير شويه تاع الملح وشويه تاع فلفل الكحل، يعني ما فيش كامل لي زيبيس هاد الطبق. من بعد ندير حبه تاع بصل تكون مرابيه، ولا تحبي حتى تقطعيها باسكو هذيك لاصوص راح نصفيوها ولا نرحيوها. نمرق ونروح نخليها طيب. نجي هنايا الفيونداشي تاعي، درت فيها شويه تاع معدنوس، شويه تاع بصل، صفر تاع بيضه، ملح، فلفل الكحل وشويه تاع زبده. وبلا ما نساو لا شابلور، انا هنايا كان عندي خبز شويه يابس، رنختو في الحليب، شمختو مليح في الحليب وحطيته مع هذاك الفيونداشي. نعجنو مليح ونشكل اصبعات بهذه الطريقه. نحطوهم دركا بيد ما نروحو لاصوص. هنايا بعد ما طاب هذاك الدجاج وهذاك اللحم، نصفيوه من هذيك لاصوص ونروحو للمرقه هذيك نصفيوها ولا نرحيوها. هي من الاحسن انه تصفيوها، لكن انا رحيتها غير بالبغا ميكسور. ونجيب هنايا الطاجين، ندير فيه شويه تاع زبده، ونحط هذاك الدجاج وهذاك اللحم يتقلاو وياخذوا لي التحميره تاعهم. بعد ما نكمل نحمرهم، نجيب هادوك صبيعات تاع الفيونداشي، نزيد تاني نحمرهم يعني نص طياب باسكو راح يكملوا يطيبوا في لاصوص. نخليهم يتقلاو غير شويه، نقلبهم الوجه، يعني الجهه الثانيه تزيد تتحمر. ونحط هذيك لاصوص كما قلت لكم انا رحيتها ما صفيتهاش. نخليها حتى هذاك الفيونداشي تاعي ياخذ طيابو، يكمل طيابو في هذيك المرقه، باش في الاخير نحط هذاك الدجاج وهذاك اللحم يزيدوا ياخذوا البنه من هذيك المرقه. وقد ما تخليوه يطيب وقد ما هذيك لاصوص تزيد تتشرب، وهذوك الصبيعات هذاك الدجاج كلش يجي يعني مشمخ الله الله. وكلمسة أخيرة زدتها من عندي، هنايا حكمت بابي ألومنيوم نديروه بهذا الشكل يعني دائري، باش نحطو فيه مرصو تاع ولا قطعة تاع الفحم، نكونوا سخناها مليح مليح. نحطوها فوقو، نحطوها دايما من الفوق، ما تحطوش فوق لاصوص، لانه كي تزيدوا فوقو الزيت راح يطلق هذاك الدخان، قادر يقيس لكم لاصوص تولي لاصوص تاعكم كحله. المهم نخلي هذاك الدخان كامل، نغلق عليه ونخليه يدور كامل في هذاك لو بلا، باش يعطينا الجو تاع شوا. صدقوني جربوه وما راحش تندموا عليه، يحمر لك وجهك سوا مع ثميتك سوا مع ضيافك. ونزيدو بلا ما نساو هذيك العصره تاع القارص وشويه تاع معدنوس، والبلا تاعنا راهو واجد. دركا ما بقى لي غنقول لكم تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.